السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. عيد فطر مبارك عليكم يا رب. عسى الله ان يتقبل منا صالح الاعمال في رمضان. ويكون عيد سعيد علينا كلنا وعلى اسركم اجمعين يا رب العالمين. برحب بكل الناس الحلوة الجميلة اللي معايا في القناة، وبعيد عليكم واخواتي وحبايبي. كل عام وانتم بخير يا رب. السنة الجاية تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهارده بقى كده الفيديو بتاعنا هعمل لكم جولة في الشقة بعد ما نضفناها بقى وتهدي حنا فيها. جولة كده فيها، واوريكم ازاي اجواء اول يوم العيد قضيناها. طبعا بقى كله كان الرنجة والفسيخ وكل الحاجة اللي عنده الحلوة دي. يا رب يديم علينا وعليكم نعمة، ويفرحنا ويفرح حبايبنا بالعيد وكل حاجة كويسة يا رب العالمين. هنا بقى الشقة اهي بعد ما فرشناها كده وزي الفل، والهوا كده بيهفهف، وكان يوم جميل بصراحة. خلصنا كده كل حاجة، كل حاجة نظيفة، كل حاجة مترتبة. نستقبل بقى العيد بتاعنا كده بكل حب وبكل حلاوة كده، ونسعد ولادنا ونسعد أهالينا بالتهنئة بقى وبالأكل الحلو وبالفرحة. بصراحة كل حاجة عندنا بصراحة في الدين بتاعنا جميلة وبتفرحنا، وفرحة العيد دي حاجة تاني. ربنا يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير يا رب، باليسر والبركات. هنا بقى كنت كل الاوض كده بعد ما نظفت كده وفرشنا الملايات والسجاجيد وكل حاجه نظيفه ومتستفه. آه احنا نحضر بقى الفطار بتاعنا. الفطار طبعا اللي معروف عند الشعب المصري كله، اذا كان هياكل رنجة بقى، اذا كان هياكل فسيخ. ده المعظم يعني بيعمل كده. في ناس طبعا ما بتحبش الحاجات دي فبتاكل حاجة تانية، كل واحد على حسب ما هو عايز. بس في الاغلب اللي احنا عددنا على العادات بتاعتنا واللي طلعنا لقينا اهالينا بيعملوها الرنجة والفسيخ. طبعا انا بعمل جنبيها شوية بطاطس كده عشان خاطر الولاد، يعني في منهم ما بيحبش ياكل الحاجات دي، فعملت لهم بطاطس. انتوا حرين بقى. فحمرت كده شوية بطاطس، جهزت الغدا يعني. حمر بقى شوية بطاطس كده حلوين جنب الرنجة بتاعتنا. طبعا الرنجة انا كنت منضفاها قبليها بيوم عشان خاطر قلت ايه يعني نلم الزفرة كلها بالمرة قبل ما نفرش الشقة وكده. فنضفتها وخليتها يعني في العلب كده، وعصرت عليها الليمون وحطيت لها كل حاجة يعني، والزيت وكل حاجة كانت جاهزة على الأكل. قلت ايه عشان خاطر لو في اي زفارة اي حاجة، والواحد لما يلبس بقى بيجامة العيد ما يتزفرش. بس ما فيش فايدة برضو، فضلت واقفة طول النهار في المطبخ معرفش ليه. كده خلاص خلصت لهم بقى البطاطس المحمرة، وجهزت بقى الرنجة. طبعا زي ما قلت لكم كده كنت مجهزة نفسي، مش عايزين نقف كتير في العيد. نستمتع بقى بالوقت بتاعنا مع صحابنا ومع حبايبنا ومع اخواتنا. هنا هي كنت بصوا منضفاها وخليها كده زي الفل، وحط عليها الليمون والزيت والشطة وكل حاجة يعني. طبعا انا كنت عاملة الفسيخ مخللاه معاكم، بس طبعا ما كانش عدى عليه 15 يوم، كان يعني تقريبا 11 يوم او حاجة، فما رضيتش افتح عليه، قلت يمكن لسه ما استواش. خفت بصراحة ابوظه، بس ان شاء الله لما افتح عليه يعني كمان يومين كده ولا حاجة هوريلكم برضو النتيجة بتاعته ايه. بس انا مرضتش افتح عليه عشان قلت ممكن يكونش لسه لحق يتخلل، عشان بلاش حرام ايه نبوظه. فجبت رنجة وقلت ايه قضوها رنجة كده اليومين دول على بال ما الفسيخ يستوي. بس اهو كده حضرت معاكم الغدا او الفطار بتاعنا في العيد اللي هي الرنجة. والبصل بقى مقطعينه وكده بالخل وبالليمون، والبطاطس المحمرة وحاجة يعني زي الفل كده تفتح النفس. طالعين بقى من رمضان كل يوم أكل لحمة وفراخ والحمد لله رب العالمين. نخش بقى على الرنجة كده بتقولنا، بس يعني ايه الحمد لله ما نكترش فيها عشان خاطر ما نتعبش يعني. طبعا والأمر بقى ما يسلمش بعد كده ايه من شوية حاجة ساقعة 7 أي حاجة عشان خاطر نهبط اللي احنا عملنا ده كله. والكحك بقى، طبق الكحك الجميل ده بقى بعد كده الرنجة. طبعا طبق الكحك والبيتي فور والحاجات الحلوة بتاعتنا دي للضيوف بقى اللي كانوا بيجونا في اليوم دوت، والترمس طبعا اللي احنا كنا عاملينه مع بعض زي الفل. يعني كل الأجواء الحلوة بتاعت العيد دي بصراحة بتبسط الواحد. وحاجات طلعنا متعود لقينا أهالينا بيعملوها. والفول ده كان زمان في عربيات الترمس كده تلاقي الفول ده برضو كده بيتباع مع الترمس، بيبقى طعمه حلو قوي، فأنا عملته لهم. بس وكده ده كان يوم كده بتاعنا في اول يوم العيد. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى يا حبيبي اللايك والشير واشتراك في القناه.